السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. طبعا الاسعار بقت غالية جدا، وكلنا طبعا بنشتكي من الارتفاع الهائل جدا ده في الاسعار. فطبعا الكل بيحاول يدور على اوفر وصفات ممكن ان هو يعملها، او اوفر حاجة ممكن تعمليها في بيتك من غير ما تكلفك كتير. هنعملها النهاردة ان شاء الله بطريقة اقتصادية وموفرة جدا، من غير لبن بودر. زي ما انتوا عارفين طبعا ان اللبن بودر بقى سعره معدي ال 200 جنيه. فاحنا النهارده ان شاء الله هنستغنى عنه، وهنعملها بهي كوبايه سكر، مش عايزين زياده عن كده. هنجيب كوبايه من السكر وهنجيب كوبايه من الميه. بس مش هحط كوبايه الميه كلها لان انا ما عنديش عسل كلوكوز. لو عندك عسل كلوكوز حطي كوبايه ميه قدامها كوبايه سكر، وحطي معلقه كبيره من عسل الكلوكوز. انا عشان ما عنديش عسل كلوكوز فخدت كوبايه الا ربع من الميه على كوبايه من السكر، واديت لها رشه بسيطه جدا بين صوابعك كده ملح ليمون وعصير نص ليمونه، وهناخدهم على البوتاجاز على نار هاديه ونسيبهم لحد ما تتكرمل مع نفسها، مش هنيجي جنبها خالص. انا للاسف ما عنديش عسل كلوكوز، بس ان شاء الله هنجيب طبعا عشان تحضيرات رمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. طبعا ما بنستغناش عن عسل الكلوكوز ده في الحلويات الشرقيه بتاعتنا كلها. معظم الحلويات بصراحه بيدخل فيها وبتبقى نتيجته جميله جدا. المهم بقى، انا حطيت الكراميل بتاعي حطيته على النار. بجيب فرشة كده وفيها شوية مية، واروح ماشية على الحروف علشان لو في اي سكر على الحروف اشيله عشان ما ينزلش تاني في الكراميل ويسكر معايا. بسيبه على النار من 10 ل 12 دقيقة لحد ما احس ان القوام تقيل معايا. بجيب ربع كوباية من المية المتلجة، وباخد نقطتين من الكراميل بتاعي وانزله في المية المتلجة، وبروح ماسكاها بايدي. لو لقيت الكراميل معايا بيتكسر، لا انا مش عايزاه بيتكسر، انا عايزاه بيمط معايا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين المطة اللي فيه زي اللبانة كده، زي ما انتوا شايفين بيمط ازاي اهو، زي اللي بنا بالظبط كده. هو كده الدرجة دي جميلة جدا ومظبوطة جدا بإذن الله. هنطفي كده بقى على النار، وناخد الكراميل بتاعنا ونشوف هنعمل فيه ايه. اهم حاجة بقى، اهم شغل للكراميل ده ان احنا نشتغل فيه وهو سخن على طول. زي ما انتوا شايفين كده، شلته من على البوتاجاز واشتغلت فيه على طول، يعني مش هنسيبه لما يبرد. تضربي بقى بهاند بلندر، تضربي بمضرب، تضربي بعجان، المهم ان احنا نضربه وهو سخن. لان لو سيبناه لو برد هيجمد معانا ومش هيدينا نتيجة كويسة. تمام كده، يبقى احنا نمسكه نضربه لحد ما نحس ان هو بيض كده معانا. طبعا كل الاسعار ما بتغلى قوي علينا، فاحنا بنحاول ندور على اي وصفة اقتصادية نعملها في بيتنا تكون موفرة لينا وعلى قد ايدينا. المهم انا بدور كده فلقيت الشيف هالة فهمي بقى الله يبارك لها منزله الوصفه الجميله دي، وصفه الحلاوه الطحينيه. عملتها ولقيتها مقاديرها سهله جدا وبسيطه جدا، فقلت ان شاء الله اعملها وافيدكم بيها. عشان اللي ما شافش الشيف هالة فهمي ان شاء الله يشوف الوصفه دي ويعرف ان الحلاوه الطحينيه بتتعمل بمقادير بسيطه جدا في البيت. وزي ما شفتوا ان حتى لو ما عندناش عسل كلوكوز بنشتغل برشه ملح ليمون ونص ليمونه عادي جدا، يعني مش شرط كمان عسل كلوكوز. المهم رحت جايبه بقى كوبايتين من الطحينه، انا واخده مقدار كوبايه من السكر وكوبايه الا ربع من الميه. جبت بقى كوبايتين من الطحينه، بس هنزل بيهم واحده واحده، يعني نزلت بكوبايه وبعد كده هنزل بالكوبايه التانية. ما تنزليش بالطحينه مره واحده عشان ما تكلكعش معاكي. هننزل كوبايه كوبايه. المهم بقى تفضلي تضربي فيها كده على قد ما تقدري. انت كل ما هتضربي فيها هتلاقيها بتلف معاكي، وزي ما انت شايفه بمعلقه كده، معلقه وتضربي فيها هتلاقيها بتعمل زي شعيرات كده، زي شعيرات الحلاوه الطحينيه كده، لحد ما بتلف في قلب بعضها زي ما انت شايفه معانا كده. والله بجد انا ما كنتش مصدقه الا لما جربت الوصفه دي. بجد والله العظيم طعمها تحفه، تسلم ايديك يا شيف هلا والله. طعمها بجد احلى كمان من الحلاوه اللي بنجيبها من بره، خاصه ان احنا عاملين الحلاوه الطحينه بتاعتنا عندنا في البيت بنفس الطعم اللي احنا بنحبه. زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع الطحينه بالظبط، ان انا بحبها بالسمسم الابيض. بصراحه بالسمسم الابيض بتديني طعم جميل جدا، وكمان ما بتدينيش النكهه اللي هي بتبقى في الطحينه اللي بتبقى في السمسم المحمص. بصراحه انا ما بحبهاش بالسمسم المحمص خالص، وكمان عاملينها شكلها ابيض وجميل جدا. يا ريت اللي ما شافش فيديو الطحينه يدخل يشوفها، عاملينها بمقادير اقتصاديه وبسيطه جدا. وانا طبعا بشكر كل حبايبي اللي دخلوا لي على الفيديو بتاع الطحينه وسابوا لي كومنتات جميله كده زيهم. تسلموا يا رب، ربنا يبارك لي فيكم يا رب العالمين. بعد كده بقى بجيب اي فورمه، اي فورمه عندك او اي علبه او اي حاجه تحبي تحطي فيها الحلاوه الطحينيه بتاعتنا. المهم انا جبت طبق زي ما انتم شايفين كده، وحطيت فيه شويه من الفستق الكداب. الفستق الكداب ده موجود عندنا على القناه، عاملينه برضو بمقادير بسيطه جدا. يا ريت تدخلوا وتشوفوه وتجهزوه بقى ان شاء الله لشهر رمضان كده. ربنا يعود الايام الكريمه علينا وعليكم بخير يا رب العالمين. المهم بقى اي مكسرات بقى موجوده عندك، بقى فستق كداب، فول سوداني ابيض كده زي ما انتم شايفين، اي مكسرات عندك بقى لوز، عندك بندق. المكسرات طبعا اللي موجوده عندك والحاجه اللي انت بتحبيها.
المهم حطيت شويه مكسرات كده زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم الحلاوه، ورحت شايلاهم نص ساعه كده تقريبا. ممكن كمان لو عايزه بقى تعملي الحلاوه بالشوكولاته، ممكن تاخدي جزء من الحلاوه اللي انت عملتيها دي وتحطي عليه معلقه من الكاكاو وتقلبيه فيه، هتبقى برضو معاكي حلاوه بالشوكولاته وحلاوه بيضه. انا بصراحه كنت عاوزه اعمل كده، بس للاسف ما كانش عندي كاكاو في الوقت اللي عملت فيه الحلاوه. ممكن بقى شويه كاكاو، ممكن شويه صوص شوكولاته كده وتحطيه عليها، هتبقى الحلاوه طبعا روعه. بس هي كده طعمها تحفه بجد، جربوها ان شاء الله، اللي هيجربها بجد جميله جدا. بس يا ريت لو حبيتي تعمليها تجيبي نوع طحينه يكون كويس، لانه بيفرق جدا معاكي في الحلاوه الطحينيه بعد ما بتعمليه، بجد نوع الطحينه بيفرق جدا. المهم بقى روحوا شوفوا الطحينه وتعالوا اعملوا الحلاوه، والنتيجه ان شاء الله تقولوا لي عليها باذن الله، هتعجبكم جدا ان شاء الله. لو عجبتكم بقى الوصفات بتاعتي وعجبكم الفيديو بتاعي، ما تنسوش تدعموني زي ما انتوا دايما مدعميني كده باللايك والاشتراك والكومنت الجميل منكم، وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وصحتين وعافية لقلوبكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.